عمركم سمعتوا بمصطلح اسمه مصطلح الجلوب؟ معظمكم سمع عنه، بل معظمكم جرب ان هو يتغير وحاول ان هو يتغير للأحسن وتوصل لأفضل نسخة من نفسكم، ولكن بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين معرفش يكمل حتى في الروتين اللي هو كاتبه. السؤال هنا هو ليه مش بيتغير؟ هو ليه مش بيتغير وهو كاتب الروتين بتاعه ومظبط الروتين بتاعه وبيمشي عليه، بل وبيحاول ان هو يمشي عليه؟ هو ليه مش بيستمر؟ هو ليه مش بيتغير؟ هو ليه مش بيوصل لأفضل نسخة من نفسه؟ هو ليه حتى مش بيحس بالتغيير؟ كل الأسئلة دي هجاوب عليها في الفيديو. فإذا كنتوا حابين ان انتوا تعرفوا السر ورا الانضباط وورا ازاي توصلوا لأفضل نسخة من نفسكم وورا that girl، فكملوا الفيديو ده. في الفيديو ده هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل، بل وهساعدكم ان انتوا ازاي تستمروا في الروتين وازاي تخلقوا لنفسكم روتين تمشوا عليه وعادات هتقويكم بجد، بل وفكريا كمان. حطوا أهداف واقعية، خدوها قاعدة في حياتكم. مفيش تغيير هيحصل لو مفيش هدف اتحط، بل لو في تغيير مش هتحسوا بيه عشان هو مش من أساسياتكم، هو مش في دماغكم أصلا. مثال، لو دخلتوا وظيفة وبدأتوا ان انتوا تشتغلوا وتدخروا راتب، ولكن مع ذلك انت مش حاسس بحاجة ولا حاسس بقيمة الشغل اللي بتشتغله، بل وممكن يكون عبء عليك. على عكس لو انت حاطط هدف من اهدافك اللي هو الشغل ان انت تشتغل، هتكون فرحتك واصلة للسقف حرفيا. ليه؟ عشانك حققت هدف من اهدافك، عشانك عملت انجاز بانك تحقق هدف من اهدافك، بل عشان حتى تمسك فلوس في ايدك وتكون فلوس انت اللي عملتها وانت اللي جبتها لنفسك عشان الشغل. فبالضرورة ان انتوا تحطوا اهداف واقعية. تاني خطوة في الأهداف الواقعية ان انتوا تكسروا الأهداف الكبيرة لأهداف صغيرة. فمثلا لو انتوا حاطين هدف من أهدافكم ان انتوا يكون عندكم بشرة صحية أو بشرة صافية، فتبدأوا تكسروا الهدف الكبير ده لأهداف صغيرة. بمعنى ايه اللي انا اقدر اعمله عشان يوصلني للبشرة دي، اللي انا اقدر اكله اشربه احطه على بشرتي عشان يوصلني للأهداف دي او للهدف ده. فلو انتوا امكانياتكم او ميزانياتكم مش عالية كفاية عشان تشتروا المنتجات العالية او البرودكتس الكورية عشان توصلوا للبشرة دي، فتقدروا ان انتوا تشوفوا حلول تانية عشان توصلوا للهدف ده بأقل التكاليف ممكنة. طبعا انا كنت عاملة فيديو طويل عن ازاي ممكن توصلي لبشرة صحية في أقل التكاليف وبعدات صغيرة وصحية. لو حابين تشوفوا الفيديو هحط لكم الرابط في الوصف. كمان بالضرورة ان انتوا لما تيجوا تحطوا اهداف واقعية تحطوها هدف صغير جدا او تبدأوا بهدف صغير جدا. فمثلا لو انتوا عايزين تبنوا عادة المذاكرة وتكونوا مجتهدين، فمثلا ما تجوش من اول يوم تبنوا فيها العادة دي وتقولوا ان انتوا عايزين let's say مثلا تذاكروا 4 ساعات. عقلكم مش هيستوعب الكمية. خليها مثلا في الأول نص ساعة، بعدين بعدها بيوم تزودوا نص ساعة فتبقى ساعة، تكملوا على الساعة دي الأسبوع كامل، وبعدها الأسبوع الجاي ممكن تقدروا تزودوا بعدها ساعة أو نص ساعة وتكملوا عليها. اهم حاجة ان انتوا تبدأوا بخطوة صغيرة، ما تبدأوش بالخطوة الكبيرة مرة واحدة، عشان لما تيجوا تبدأوا بالخطوة الكبيرة هنا الغلط بيحصل، وهنا عقلكم مش بيستحمل الضغط اللي جه عليه فجأة، بل ان انتوا تحطوها بالتدريج هيبقى احسن واسهل وسلس اكتر عليه. الروتين حتى لو كان صغير بيشتغل زي حجر الأساس. لما تبدأ يومك بكام خطوة بسيطة عقلك بيسجل إنك شخص منظم وملتزم، وده بيخليك تكمل باقي اليوم بطاقة أكتر وبتركيز أعلى. ولما تنهي يومك بروتين مسائي جسمك وعقلك بياخدوا إشارة إن الوقت جه يرتاح، ده بيحسن نومك وبيخليك تصحى تاني يوم بنشاط. الجميل في الموضوع إن الروتين مش محتاج مجهود ولا وقت طويل حتى، بس مع الاستمرارية والانضباط هتلاقي نفسك اتغيرت من غير ما تحس. الخطوات الصغيرة هي اللي بتحقق الأهداف الكبيرة. تالت نقطة معانا وهي التدوين أو الجورنالينج. العادة دي لسه مدخلاها للروتين بتاعي قريب وندمت بجد اني معرفتهاش من زمان. انك تخصص 5 دقايق بس انك تطلع مشاعرك في ورقة سواء قبل ما تنام او الصبح هيفرق معاك بشكل كبير جدا. واحدة من أبسط العادات اللي هتفرق معاك بشكل ضخم جدا في رحلة الجلوب وهي عادة القراءة، حتى لو صفحة واحدة بس في اليوم. الحقيقة إن القراءة مش موضوع كمية، مش موضوع كمية خالص. ففكرة إنك لما تيجي تفتح الكتاب كل يوم even لو صفحة واحدة طبقتها على مدار أسبوعك، فده هيقلب أسبوعك 180 درجة. والأجمل كمان إن عادة الصفحة الواحدة دي ممكن تجرك لقراءة صفحتين أو 3 من غير ما تحس. الحركة، مش شرط الحركة تكون رياضة صعبة أو ساعات في الجيم، بالعكس أي شكل من أشكال النشاط البدني بيفرق جدا، سواء تمارين بسيطة في البيت أو جيم أو حتى المشي أو التنظيف. طب ليه الحركة مهمة؟ التمرين أو المشي بيطلع هرمونات السعادة، يعني مودك بيتحسن وطاقة جسمك بتزيد. مع الاستمرار جسمك هياخد الشيب اللي انت عايزه، بمعنى جسمك هيبقى مرن. فالحركة ده شيء ملزوم في رحلة الجلو اب. ومن أهم العادات وأهم العادات
ومسك الختام معانا في رحلة الجلوب وهي المحافظة على الصلاة. أنا عارفة إن الصلاة ده فرض علينا وإن إحنا كمسلمين لازم نصلي الصلوات الخمس في يومنا، بس أنا عارفة في نفس الوقت إن في ناس مش محافظة عليها أو مش منتظمة وحابة إن هي تلتزم في الموضوع ده، فجيت أنبه إن الصلاة دي سواء من بركة، سواء من رزق، سواء من تيسير أمور هتدخل في حياتكم بمجرد إن انتوا تحافظوا عليها مش طبيعي. حضرت بودكاست كتير جدا بتتكلم عن التأمل وأهمية التأمل وإن لازم تخصصوا 5 دقايق على الأقل في اليوم عشان تتأملوا فيها، وجربت الموضوع ده وأحسن تأمل ممكن إن انتوا تجربوه وهو الصلاة. ففكرة ان انتوا تبدأوا يومكم بصلاة الفجر وتبدأوا يومكم بان انتوا تكلموا ربنا سبحانه وتعالى وتتواصلوا معاه، دي حاجة لوحدها تديكم سلام نفسي عالي جدا وحاجة عالية جدا. فبالضروري جدا ان انتوا تنتظموا على العادة دي. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا متضيعوش اي فرد من الصلوات الخمس، واول شهر معاكم في رحلة الجلوب حاولوا ان انتوا تركزوا بس على الصلاة، حاولوا بس تركزوا على الصلوات الخمس وان انتوا تنتظموا عليها. بعد كده الشهر التاني زودوا اللي تحبوه سواء من اذكار، سواء من سنن، سواء من قيام ليل وغيرها. في نهاية الفيديو النجاح والتغيير مش بعاد عنك، هما مش بس للناس اللي عندهم ظروف مثالية أو فلوس كتيرة. النجاح بيبدأ من قرار انك تبطل تفضل واقف في نفس مكانك وتاخد خطوة حتى لو صغيرة.